فاكرين ترند التاكو برجر اللي كان منتشر من فتره؟ ايه رايكم نعمله بالكفته؟ واوعدكم ان انتوا هتاكلوا سندوتش كفته كانكم عند الكبابجي بالظبط، بس طبعا بكواليتي اعلى وانضف بكتير بكتير بكتير. هبدا بالكفته. حطيت نص كيلو من اللحمه، عليها بصلتين كبار مفرومين، تقريبا كوبايه بقدونس مفروم، وكفته بالنسبه لي يعني ليا علشان تديها طعم الكبابجيه اللي احنا بنحبه. وتوابل الكفته ملح وفلفل اسمر وشويه حبان صغيرين بس مش اكتر من كده. هديهم ضربه كويسه في الكبه مع بعض عشان كل حاجه تمتزج ببعضها، وابتدي ان انا اشوف عرق للحمه وادخلها التلاجة تتشمع كويس على ما احضر التاكو اللي هعمل فيه الساندوتش. انا عملت نوعين من التاكوز وطبعا هنزل الفيديو قريب. التاكو الاولاني ده بدقيق الحبه الكامله، هو بيكون باودر خالص لونه بني، العبوه بيكون مكتوب عليها الحبه الكامله. التاني ده عملته بدقيق اسمه دقيق الوجبه الكامله، او احيانا العبوه بيكون مكتوب عليها دقيق اسمر صحي، ده بيكون دقيق بني برضو بس الحبوب فيه باينه اكتر. جهزت التاكوز، ابتدي احط عليهم اللحمه وراها، وانتوا بتحطوا اللحمه ان انتوا تفردوها كويس لحد الاطراف لان هي لسه هتكش لما تستوي. سخنت الطاسه وسويها من غير دهون، الدهون اللي شايفينها في الفيديو دي مكان الساندوتش اللي قبل ده. بنزلها على نار عاليه اول 30 ثانيه، بعدين اخلي النار وسط علشان خاطر اللحمه تستوي، مش هتحتاج معاكوا اكتر من دقيقه ونص او دقيقتين. بقلبها على الوش تاني علشان خاطر العيش يشرب الصوصات ويتنهنه كده بكل الدهون اللي نزلت من الكفته. وطبعا الكفته يعني عايزه جنبها سلطه بلدي وسلطه الطحينه. اوعدكم مش هتفرقوا اي حاجه من الكفته اللي بنشويها على الفحم. وبس كده.